أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. أما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلاف متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله. ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل 10 أو 100 أو 200 لم ينتفع الإسلام بذلك، لم يسلم الناس. بخلاف قصة الغلام فإن فيها إسلام كثير، كل من حضر في هذا الصعيد أسلم. أما أن يموت 10 أو 20 أو 100 أو 200 من العدو فهذا لا يقتضي أن يسلم الناس، بل ربما يتعنت العدو أكثر ويغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتكا، كما يوجد من صلح اليهود مع أهل فلسطين. فإن أهل فلسطين إذا مات واحد منهم بهذه التفجيرات وقتل 6 أو 7 أخذوا من جراء ذلك 60 نفرا أو أكثر. فلم يحسن في ذلك نفع للمسلمين والانتفاع للذين فجرت هذه المتفجرات في صيوفهم. ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق، وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، وأن صاحبه ليس بشهيد. لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانا أنه جائز فإننا نرجو أن يسلم من الإثم، وأما أن تكتب له الشهادة فلا، لأنه لم يسلم طريق الشهادة، لكنه يسلم من الإثم لأنه يتأول، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على